صباح الفل، صباح الهنا. ازيكم؟ عاملين ايه؟ معاكم عزة سعيد من قناتي على اليوتيوب وصفة حلوة. والنهاردة هنعمل مع بعض وصفة حلوة. كلنا تقريبا بنحبها، كبير وصغير. اي حاجة فيها مكرونة الشعب المصري دايس فيها. النهاردة هنعمل مع بعض الكشري المصري السريع. في حلة واحدة هنعمل أكلة حلوة جدا كلنا تقريبا بنحبها. ما تيجوا نشوف عملناها ازاي. هنسمي الله كده. واول حاجه معانا بصلتين كبار مقطعاهم جوانح او طرنشات رفيعه. ومهم قوي ان انت تقطعي البصل رفيع جدا علشان يساعدك ده في قرمشه البصل. هنحط عليهم معلقتين كبار من الدقيق ومعلقتين كبار من النشا، وهنقلب البصل مع النشا والدقيق زي ما انتم شايفين كده، لان الكفر اللي احنا عاملينه ده هيخلي البصل معانا لونه فاتح وذهبي وحلو قوي وكمان مقرمش جدا. تمام. عندي هنا حلة الكبيرة دي اللي هنعمل فيها أصلا المكرونة بتاعتنا أو الكشري بتاعنا. هحط فيها شوية زيت كده محترمين، مش لازم مش زيت يكون بزيادة شوية، علشان الزيت ده هو اللي هنستخدمه في كل الوصفة. فهنحط شوية كده كويسين، وهنزل بالبصل وهحمره زي ما انتم شايفين كده. المعلقة اللي انا بطلع بيها دي معلقة ومصفى في نفس الوقت. بطلع البصل بسم الله ما شاء الله، لونه ذهبي وزي الفل ومقرمش جدا. هنزل بقى بباقي كمية البصل. طبعا انا في الاول مش بقلب البصل عشان تبقوا عارفين، بستنى شوية عليه وبعدين بقلبه. تمام، علشان الكفر اللي فيه ما ينزلش ويقع في الزيت. انا عايزه الزيت يبقى فاتح زي ما هو، ولا يسود ولا يغمق مني زي ما انتم شايفين كده. البصل طلع ذهبي ومقرمش وتحفه. هخليه بقى على جنب، وهعمل بقى باقي الوصفة بتاعتنا. دلوقتي اخدت شوية زيت صغيرين في حلة. طبعا مش معقولة الحلة اللي هنعمل فيها المكرونة هي اللي هنعمل فيها الصلصة، فاخدت شوية زيت وجبت حلة تانية على النار، حطيت فيها معلقة من الثوم المفروم وهقلبه كده لحد ما يبقى لونه ذهبي. وهنزل بلتر من الصلصة، طماطم مضروبة في الخلاط، ونزلت بيها على التومة بتاعتنا. هحط كمان معاها معلقة كبيرة من الصلصة المعلبة ودي اختياري. وهنزل بقى بمعلقة كبيرة من الملح أو حسب الرغبة، ونص معلقة من السكر، ومعلقة من الفلفل الأسمر، معلقتين صغيرين من الكمون، ومعلقتين صغيرين من الكزبرة الناشفة، وكمان نزلت بمعلقتين كبار من الخل. تمام كده. وهقلب كل الكلام الحلو ده مع بعضه في قلب الصلصة بتاعتنا. بعد كده هحطها على العين التانية عشان تكمل التسوية بتاعتها. اما بقى الحلة الكبيرة بتاعتنا اللي انا كنت محمرة فيها البصل، فالزيت اللي اتبقى هنزل عليه بكوباية من الشعرية وكوباية من الرز وراها على طول. اول الشعرية ما تدي اللون الذهبي الحلو بتاعنا هنزل بكوباية من الرز. هبتدي بقى اقلب الرز بالشعرية زي ما انتم شايفين كده. شايفين شكله تحفة. بعد كده عندي هنا البولة دي فيها ربع كيلو من العدس ابو جبة. الحقيقة انا نقعاه لمدة ساعة في مية سخنة او مية مغلية لمدة ساعة. تمام. هصفيه بقى من المية زي ما انتم شايفين كده، صفيته في المصفى، وهحطه على الرز بالشعرية بتاعنا. وهبتدي كمان اقلب كام تقليبة كده عشان ادمج العدس مع الرز بالشعرية. نزلت بقى بكمية من المكرونة حوالي 350 جرام من المكرونة العقل الصغيرة، وهنزل بمعلقة من الملح، او الملح ده حسب الرغبة حسب الحدق بتاعك. وهنزل بمعلقة من الكمون ومعلقة من الكزبرة الناشفة. تمام كده. هبتدي بقى اقلب وانزل بالمية بتاعتي حوالي كده اعلى بصباعين من قيمة المكرونة بالرز اللي انا عاملاه. بعد كده حطيت 8 كيلو من المكرونة الشعرية اللي متقطعة حتت صغيرة جدا. ودي اختياري، حابة تضيفي نوع تاني غير المكرونة دي، يعني نوع مكرونة مفضل ليكي غير الشعرية، براحتك خالص. تمام. هبتدي اقلب الخلطة الحلوة دي، ولما المكرونة بتاعتنا تبتدي تتشرب مننا هبتدي انقلها على العين الصغيرة واوطي عليها النار خالص علشان تعيش حياتها وتستوي براحتها.
تعالوا بقى هنعمل الدقة بتاعتنا. طبعا كشري يعني دقة، لازم الدقة ولازم تكون مشطشطة علشان تفتح نفسنا. عندي هنا حلة على النار صغيرة هحط فيها طبعا شوية مية كده محترمين، وهنزل بمعلقة كبيرة من الثوم المفروم، ووراها 3 4 معالق من الشطة الحارة جدا. تمام كده، هقلبهم كده كام تقليبة زي ما انتم شايفين، وهحط بقى معلقة كبيرة من الملح، طبعا الملح حسب ما بتحبوا، وهنزل بمعلقة من الفلفل الأسمر، ومعلقة من الكمون، ومعلقة من الكزبرة الناشفة. تمام كده، وهنزل بعصير ليمون. عصير الليمون عندك من ليمونية كبيرة لليمونتين حسب الرغبة، وممكن كمان نص ليمونة تكفي. وهنزل بحوالي ربع كوباية من الخل. الليمون والخل اساسي في الدقة يا جماعة. نزلت كمان بمعلقتين كبار من الصلصة اللي احنا عاملينها. هقلب كله مع بعضه، ولو لقيت الطعم محتاج ملح ولا حاجة هزود، او اي حاجة محتاجاها الدقة بتاعتنا من اللي احنا قلنا عليها هزود. تمام كده، هقلب كله، لو لقيت ريم من فوق الوش هشيله، ولما تغلي غلوتين 3 هبتدي اشيلها، هبتدي اطفي عليها. كده الاكل بتاعنا خلص بسم الله ما شاء الله، في وقت صغير جدا، يعني في ربع ساعة كنا خلصنا اكلة الكشري بتاعتنا. ما عملناش بقى الشعرية لوحدها، ولا المكرونة لوحدها، ولا العدس ابو جبة لوحده، كله في حلة واحدة وارمي يا باشا. والاكل زي البغاشة، بص حاجة كده من الاخر، طعمها حلو قوي. المكرونة طالعة مفلفلة وطالعة حلوة قوي عشان الخطوات اللي انا عاملاها. كنت مجهزة طبعا البولة دي فيها حمص الشام، كنت مجهزاه وسلقاه من قبل التصوير. ونزلت كمان بالبصل المقرمش بتاعنا الخطير، ووراهم كده حبة من الدقة. طعم الكشري تحفة جدا جدا جدا. ندوق بقى مع بعض. طبعا كنت محمرة معاهم شوية بطاطس كده على الماشي كده محمرين، ويا سلام لو عندك شوية خس كابوتشي جرجير، اي خضرة كده جنب الاكلة الحلوة بتاعتنا دي هتبقى تحفة. خلصت الفيديو بتاعي واتمنى يعجبكم، وكنت معاكم عزة سعيد من قناة وصفة حلوة. لو عجبكم ما تنسونيش بلايك وشير واشتراك في القناة. اسيبكم على خير وباي باي.